عالسلامة الناس الكل. بعد غياب دام 3 سنوات وتقريبا 2021 كانت اخر مغامرة لينا بالفي تي تي. اليوم رجعنا ان شاء الله مغامرات الفي تي تي والاوفرود، وباش نكتشفوا مع بعضنا طريق جبلية من اروع ما عندنا في ولاية قفصة. فيما يخص لافونتور نتاع اليوم 80 كيلومتر هي المسافة الجملية، باش تكون 25 كيلومتر منها اوفرود في طرقات ومسالك جبلية ورملية، والهدف منها انه نوصل بلاصة مزيانة برشا، بلاصة جتنا عليها برشا اقتراحات، بلاصة اسمها الثماد. يقولوا برشا عباد ويحكوا لي كعبات من اصحابي اللي مشوا لها قبل انها واحة جبلية وطبيعية فيها نخل وجد في وسط الجبال. اما للاسف ما نجموش نمشوا لها بالكهرباء، دونك ما نجموا نمشوا لها كنابي ولا بالفي تي تي، واللي هي باش تربحنا برشا وقت. احنا الحق نتاع ربي ما نعرفوهاش، اول مرة باش نمشوا لها وباش نكتشفوها مع بعضنا ان شاء الله. وكما العادة في الافونتور نتاع اليوم معايا المساند الرسمي للمغامرات الجايين الكل، واللي هو صديقي مهدي. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نزيدكم تعيشوا معنا مغامرة جديدة وان شاء الله تتمتعوا بها معنا. احنا تو الموقع نتاعنا بالتحديد يبعد على مدينة قفصة 18 كيلومتر. ورسميا بدينا في الدفرود باش ندخل المجهول وين باش نكتشفوا مع بعضنا منطقة الثماد، وان شاء الله تعجبكم المغامرة. احنا توا بالتحديد في منطقة عنق الحمام، بلاصة عندنا معها برشا ذكريات. عندي 5 سنين ولا 4 سنين ما جيتهاش ديجا. فما عندي تصويرة سألوني عليها برشا نتاع البحيرة في عنق الحمام. للأسف البحيرة كما قاعدين تشوفوا لهنا شاحت للأسف، ما عادش فما بحيرة. أنا توا واقف في نفس البلاصة اللي كان فيها الماء ذيك. برشا سألوني عليها التصويرة نتاع البحيرة. صاحبي مهدي أول مرة يجي لعنق الحمام، وباش نحاولوا خاطر عندنا برنامج اخر احنا نتاع الثماد لازمنا نزربوا، خاطر برنامج نتاع نهار ماهوش باش يكون فيه كامب، دونك لازمنا نوصلوا لمنطقة الثماد خاطر ما نعرفوهاش وما عندناش فكرة على الطريق. باش نعملوا طلة هنا صغيرة ونسترجعوا الذكريات هكا. توا باش ندخلوا لعنق الحمام الداخل باش نحاولوا نشوفوا واش فما، خاطر كيما قلت لكم عندي 4-5 سنين ما جيتهاش، معناها ما عادش عندي فكرة على البلاصة كيفاش ولت. بالطبيعة الماء بدلها معناها يتعدى عليه خاطر واد ديما تبدل تضاريس تاع البلاصة. لي زافونتور نتاع الفي تي تي أول مرة أنا ومهدي نخرجوا افونتور نتاع في تي تي مع بعضنا، إن شاء الله تكمل الآخر تكون مزيانة. وتوا هضم البسكليتات خليناهم في البلاصة هذه خاطر فما بقايا نتاع البحيرة لهنا ما نجموش ندخلوا بيهم. هذه بقايا الماء نتاع البحيرة كما تشوفوا لهنا، ولهنا كما باش نشوفوا ما نجموش ندخلوا لها الداخل حتى من هنا، خاطر كما تشوفوا معبية بالماء لهنا. هذيك عنق الحمام من داخل. حسيلو جت بريود كنا نباتوا فيها البلاصة هذه لهنا. في البلاصة هذه لهنا عدنا راس العام 2020 عدينا في البلاصة هذه مع برشا كعبات صحابي هما تو يتفكروا لي سوفونير الموجودين لهنا. هي راهي طويلة حتى لداخل. تو نحاول نحط لكم تصاور على البلاصة للعباد اللي ما يعرفوهاش. متسمت عنق الحمام خاطرها هي مضيق جا ما بين زوز جبولات كما قاعدين تشوفوا فيه، وكانوا معناها فيه الحمام معناها في القوايل متاع الصيف يجي الحمام خاطر بلاصة ظل وبارد وكل شيء.
البلاصة اسمها نخيلات، زاد خطر اسمها نخيلات خطر موجود فيها نخل كما قاعدين نشوفوا في البلايص كلها، كما النخلة هذه لهنا وبرشا نخلات عرضنا في الطريق، فهذاك علاش تسمت بالاسامي هذام. هنا صديقنا مهدي معناه كبش باش يدخل، قال لي لدرجة انها خطرة اول مرة يجي، لدرجة انه قاعد يحاول يقيس في العمق تاع البلاصة باش يدخل فيها برجليه، معناه يمشي. قلت له ما ريسك يا مهدي، راه ريسك. تصور ما نعرفش انا البروفوندور نتاع البلاصة بالضبط، تصور تظهر غارقة، معناها من بعد ترسلي نجبد فيك هكا. عادي افونتور يا اخي، باش هي افونتور. اي ما هي افونتور لا محالة، اما زاد ما تنساش الثماد، راهو احنا الهدف. ما جاتش عندنا ما حاجه اخرى السنه فينا كنت عادي يعني. احنا مهدي يا مهدي الهدف نتاعنا احنا باش نوصلوا للثماد بقدرة ربي، معناها ان شاء الله نوصلوا للثماد، دونك ما عملوش الخطر لان الريسك ممنوع. توا احنا باش نكملوا الافونتور متاعنا في اتجاه الثماد. للاسف صارت لي بان صغيره في العجله القداميه متاع البسكلات وهي توبلاس، وباش نكملوا الافونتور متاعنا وما نخسروش برشا وقت، جوست شومبرير 29 باش نركبها في العجله ونعاودوا ننفخوها ان شاء الله ونكملوا. خونا مروان نهار كل كي فهمني ولا لا، فلا هو بالمغامرات بلاصه ها، اما هاو خلف الكواليس شنو يجرى له مسكين. تو احنا صلحنا العجله، صدنا ربي في اتجاه الثماد، فما جبل صغير نزلنا في السوق، دونك منجموش نركب في البسكلات. للأسف فما حاجة باش نحكاها، نورمالمون البرنامج ماهوش باش يكمل، خاطر العجلة زادت عملتها بينا مرة أخرى، خاطر فما حجر ماضي كل شيء، دونك لازمني برشا وقت باش نجم نريقلها. وتوا ديجا الوقت اللي قاعدين نصوروا فيه في الفيديو هذه ديجا معناها وقت غروب، معناها بريسك طاح الليل والثماد مازلنا ابو بري بعيد علينا 7 كيلومتر. وكما قلت لكم المرة الأولى احنا خارجين على أساس افونتور وباش نستكشفوا كل شيء البلاصة، ومعنا حتى ديزيكيبمون باش معانا باش نجمو نباتوا لهنا. تمنيت راهي عندي حتى طونت بركة باش نجم نبات في البلاصة ونفيق الصباح نكمل نصور البرنامج الكل ونروح. وبالكش كما قال مهدي صاحبي ماهوش كاتب باش نوصلوا لها اليوم، اكيد البرنامج باش نكملوه مرة اخرى.
هو صراحة الكلمة اللي حبيت نحكيها فيما يخص المغامرات كي هكا، هو تعمل بلان انك انت باش تعمل حاجة، اما ساعات توقع اقدار تبدلك. معنا نقول احنا البلان اللي عملته دونك انت في الحالة هذه لازمك تتأقلم مع الوضع هذا، وديجا لازمك تكون بري ومستعد لكل شيء وتعرف برك كيفاش معناها تستمتع مهما يصير. يعني خاطر احنا الهدف نتاعنا ان الواحد خارج باش يستمتع. ما عادش عندي طاقة باش نصور لا محالة، اما بلاصة كأنها اريزونا معناها شوف في امريكا. تو احنا طلعنا من بلاصة عندنا جبل بورملي هو روبير، وهذه اعلى قمة فيه. دونك احنا توا الهدف متاعنا تبدل، لازمنا نوصل قرية الدوارة، ومن غادي باش نصلحوا العجلة ونروحوا القفص. والسبب هو الضربة هذه على جنب كما قاعدين تشوفوا فيها لهنا. عبينا برشا بالرسم نمشوا لها كمية والله غالب ما سهل الشرب ديجا تشوف الدنيا يعني سيبون طاحت الليل والغروب. دونك ان شاء الله تنكملوها، اما باش نكملوا نستكشفوها احنا البلاصة معناها لينا احنا الاول، وون بليس معناها العباد اللي تفرج عليها باش ما تبقى لهمش حلقة معناها ما تفرجوش عليها. دونك الور لا باش نعملوا الماكسيموم بوسيبل باش يمتعوكم بها البلاصة وتتفرجوا فيها بحول الله ان شاء الله. مش كل شيء نخطوا له يتحقق على أرض الواقع، مش كل فكرة تنجح من المرة الأولى. المغامرة درس من دروس الحياة، تخلينا نعيشوا نتعلموا نغلطوا ونصيبوا. في كل مغامرة نعودوا نكتشفوا رواحنا من جديد. في النهاية لافونتور ما تستعرش بنسخة واحدة من التخطيط، هذاك علاش لازمنا نتعدوا للبلان بي. احنا توا كما تشوف وصلنا رسميا لمنطقة الثماد، البلاصة اللي حكيت لكم عليها واللي هي الواحة الجبلية الموجودة جت بين الجبال، واحة جبلية طبيعية فيها نخل داير بينا من كل بلاصة كما قاعدين تشوفوا. بلاصة بصراحة باش نوصلولها صعيب برشا، خاطر كانت فيها برشا ممرات جبلية واعرة برشا وطرقات رملية، اما انفا وصلنا لها. واللي نستنتجو من البارتي الاولى متاع لافونتور انه هو مش كل شيء نخطوا له ونحضروا له بالباهي ينجح من المره الاولى، هذاك علاش احنا تعدينا البلان بي والحمد لله وصلنا لمنطقه الثماد. برنامج كان حلمه صغيره هكا اني نوصل له بالبسكليت من ثنيه صعيبه برشا. ان شاء الله توا استكشفنا البلاصه وعرفنا الطريق متاعها الصحيح، وفي المرات الجايين باش نحاولوا نجو نعملوا فيها كامب.
احنا توا موجودين على مستوى واد اسمه واد الحشانة، ولهنا المقصود بالحشانة هي النخلة، على خاطر في بعض المناطق في الجنوب يسموها الحشانة. وهنا على ذكر واد الحشانة نحب نحكيكم صدفة عجيبة من عجائب الطبيعة، وهي انه واد الحشانة البداية متاعه من جبل بورملي، ويهبط الجبل الكل ويتعدى على الثماد وين متواجدين احنا توا، ويتعدى على منطقة عنق الحمام، والطول متاع الجملي 35 كيلومتر، ويكمل في بلاصة اسمها الشارية جت ما بين قفصة والمتلوي، والحد اللي هنا كل شيء عادي. وفما زاد واد اخر اسمه واد المالح، واكيد برشا منكم يعرفوه. واد المالح البداية متاعه من جبل عرباطة، وكما العادة يهبط الجبل الكل ويتعدى على بلاصة اسمها عين سلطان في لالة، ويتعدى على معتمدية المظلة، وطولها الجملي 47 كيلومتر. ولهنا مش عادي، والصدفة العجيبة اللي صارت سبحان الله انه النهاية متاع واد المالح في نفس النقطة اللي يكمل فيها واد الحشانة، ولهنا يتلاقوا الوديان الزوز ويكونوا واد واحد اسمه واد مقرون على مستوى منطقة الشارية. وواد مقرون باش يكمل بينا مسافة 55 كيلومتر حتى اللي نوصلوا ولاية توزر، ويمشي يصب في شط صغير بجنب شط جريد، واكيد برشا منكم يعرفوه اسمه شط الغرسة، وباش يتعدى بينا حتى الحدود التونسية الجزائرية، ويمشي يصب في شط آخر في الجزائر اسمه شط الخلة. هذاك علاش أنا سميتها صدفة عجيبة من عجائب الطبيعة، على خاطر سبحان الله زوز وديان نقطة البداية متاعهم أعلى زوز جبولات في ولاية قفصة، واللي هما جبل عرباطة وجبل بورملي، يتلاقوا على مستوى نقطة معينة واللي هي منطقة الشارية، ويعملوا بينا رحلة طولها الجملي 200 كيلومتر وتكمل في الجزائر. ان شاء الله راهي عجبتكم الحكايه، وان شاء الله في كل مره نحاولوا نحكوا لكم حكايه هكا طبيعيه جغرافيه. وفي النهايه انا وصديقي مهدي نحبوا نتوجهوا بالشكر لصديقنا عم حسن عثمان اصيل قريه الدواره، على خاطر الفضل يرجع لي هو، ورانا الطريق الصحيحه كيفاش نجموا نوصلوا للثماد من جهه عنق الحمام، واعطانا برشا معلومات فيما يخص الوديان، وبالطبيعه مع شويه اجتهاد مني انا نجم نحدد مسافتهم الجمليه من البدايه متاعهم. ويرجع الفضل زاد مرة أخرى لعم حسن، خاطر عاونا في 2022 باش نجمنا نوصل لأعلى قمة في جبل بورملي. شكرا عم حسن عثمان وربي يفضلك. بالنسبة للمغامرة بتاعنا بتاع الثماد المرة هذه صراحة كانت واحدة من أروع المغامرات بتاع الفرود اللي خذناها. علاش؟ خاطر هي كانت مخلطة ما بين معناها ممرات نقول احنا جبلية، ممرات رملية، ممرات معناها متواجهة في الحجر، كل شيء يعني متوفر بانواع. فيما يخص الفروض فما حاجه حبيتها نوضحها، اللي هي فيما يخص ليكيبمون اللي شنية بالضبط نستعملوها، واللي هي معروفه اون جينيرال، الكاسك واللونات بالاخص على الغبره، على الناموس، على اي حاجه مثلا هواء خاطر معرض له. فما حاجه فيما يخص معناها نقول احنا البلايص كي نخرجوا لهم كيما هكا حكم خلي العباد يعني مش توصل للبلايص هذه، يا حبذا اللي يزور البلايص هذوما يخليها نظيفة كما لقاه. خاطر صراحة للأسف الشديد الحاجة اللي نعرفوها اللي ياسر احنا عندنا وسخ في برشا بلايص تلقاه مزيانة كي هكا، دونك حبذا نحاولوا الماكسيموم بوسيبل نحافظوا على النظافة متاعها وربي يبارك لكم. أكيد برشا عباد باش يسألوني منكم سورتو صحابي كيفاش نجموا نوصلوا لمنطقة الثماد اللي اكتشفناها اليوم. ميساج صغير بربي خلوها نظيف، اللي باش يسألني معناها كيفاش نجموا نوصلوا له أكيد باش يجوها برشا عباد كيما صار مع منطقة عنق الحمام بالضبط، بلاصة مزيانة برشا، وبرشا منكم سألوني عليها ومشوا لها، وكيف نرجعوا لها مرة أخرى نلقاها فيها برشا وسخ. بالله اللي يجي أخزر بلاصة مزيانها، أعطيتها اسم أنا واحة جبلية طبيعية، دونك خلوها طبيعية كيف ما هي. اللي جاها معناه يحاول يهز البوبال متاعه معاه ويروح بها كيف ما عملنا احنا توا، باش تبقى البلاصه ديما نظيفه. توا احنا باش نكملوا جزء مهم برشا في لافونتور متاعنا، واللي هو اخر جزء فيها، واللي هي منحدر السطح، بلاصه مشهوره برشا طلعت السطح في قفصه. المهم احنا توا باش نسينا في تعب لافونتور، كما شفتوا افونتور كاسحه برشا، هبطت السطح باش تنحينا التعب الكل، باش ننسوا التعب، باش يطلع الادرينالين على الاخر كما تشوفوا. اما جوست حاجه صغيره بركه نحب ننبه منها، اللي يحب يجرب الهبطه هذه بالفي تي تي، ماذا بينا الكاسك واللونات اهم حاجه، ما تنسوش الكاسك واللونات خاطر سيكوريتي لينا. توا باش نتمتع انا وصديقي مهدي يستنى فيها ليه برشا. عز حاجه يمكن باش نعيشها يمكن في الرحله هي عندي انا من الاخر الهبطه هذه، خاطر بالرسمي انا الناس كل كي تبدا هبطه بالاخص بالكمين يبدا هبط شويه، احنا الوحيدين نبداو نجروا احنا والكلام، دونك ليتس جو ماي فريند. دونك نخلوكم تتمتعوا معنا في منحدر السطح.
لهنا باش تكمل لافونتور نتاعنا كيف ما كل لافونتور. افونتور مزيانه اكتشفنا فيها ثماد من ازين بلايص اكتشفتهم في ولايه قفصه. اكتبوا لنا في الكومنتات شنو رايكم في الافونتور وشنو رايكم في البلاصه، واكتبوا لنا زاد اقتراحات نتاع بلايص ماهمش معروفين نمشوا لهم ونكتشفوهم مع بعضنا. تو احنا ما بقالنا كمش نكملوا 27 كيلومتر في اتجاه قفصه، وان شاء الله في مغامرات اخرين.